صباح الخير على احلى متابعين واحلى عيله في الدنيا. اللون القمر ده بقى الرماديات التحفه، شغل طالباتي في الكورس، كان شغلنا في العملي. عايزاكم كلكم تترقبوا خطوه بخطوه، بجد عملنا شغل حلو قوي قوي. الشعر ده لما تشوفوه دلوقتي قبل كان ايه وبعد كان ايه، بجد كان بالنسبه لكل الناس مفاجاه. زي ما احنا شايفين كده تعدد الوان، ما كانش عندنا شيء بالمره دي، لكن تعدد الوان شعر متهالك جدا. كله كان مصر يشتغل بعامل الحمايه علشان نشوف الدنيا فيها ايه. جبنا البلندر بتاعنا، جبنا بلندر ازرق عادي جدا، اكسجين 20%، 100 جرام ل 200 جرام علشان نركز في المعايير. حطينا معاهم معلقه كبيره من الحمايه، حوالي 30 جرام حمايه من بونا روز. حطيناها زي ما احنا شايفين كده واشتغلنا بكل امان. طبعا المفروض نشتغل ببودره بيضه، هما مش بيلاقوا البودره البيضه كتير، فقالوا لي مصرين يشتغلوا بالزرقاء. قلت لهم خلاص هوريكم ازاي مش هنبوظ الشعر ولا نحرق الشعرايه. هنا كالعاده بوريكي طريقه التغسيل وازاي تبعدي 1 سنتي عن الجذور علشان البودره بتفور، خصوصا في الحر يا جماعه. ازاي لازم نخرج هواء، لان الهواء ده بيعيق ان احنا الشعرايه تستجيب للون، وفي نفس الوقت بتخلي البودره تفصل بسرعه. بالنسبه للكومنت اللي جالي انت ليه بتقفلي الورقه كذا مره، ده كده البودره تفصل، كلام حضرتك غلط. المفروض ان انا اقفل على الورقه كويس علشان ما يدخلش هواء ويخلي البودره تنفخ في الشعرايه وتفصل. كالعاده طالبه من الطالبات الجمال او متخصصه جميله بتعمل بالطريقه القديمه. طبعا انا مش بوافق ابدا، لان انا بحب الطريقه تكون صحيحة علشان نقدر نشتغل صح. كنت بعلمها ازاي نشيل المشط وازاي ما نبخلش بالمادة. زي ما احنا شايفين كده 2 ب2 بيشتغلوا ما شاء الله عليهم، من اشطر المتخصصات اللي شفتهم. وكنت دايما بقف اراقب زي ما انتم شايفين. هنا بقى الجميلة رندا دي سودانية زي القمر، ما شاء الله على شغلها، كان حلو جدا ودقيق. برضو كنت بصر دايما ان هم يشتغلوا بالطريقة الصحيحة. ما نخافش من تعدد الالوان، بطريقه سهله نقدر نصلحه. بس من فضلك ترقبي لاخر الفيديو علشان تعرفي كل تركاتنا وتعرفي حاجات كتير. طبعا في اسرار كتير وشرح كتير بيكون في الكورس، يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا اقوله لكم، ولكن لازم تترقبي. جبنا السبعه الاساسي مع نقطه زرقاء محطوطه في الطبق بس نسيت اصورها. سبعه اساسي اخدنا 20 جرام، واخدنا حوالي ربع عقله صباع من الازرق علشان الاورنج يتدارى. كمان جبنا 8.11 اللي هو أشقر فاتح رمادي مركز علشان غني بالأزرقات وبيضيع أي مشاكل في الشعراية فيها أورنجات، مع السبعة الأساسي اللي هو الأشقر المتوسط. لو عند حضرتك شيب وشعرك فاتح بالطريقة دي ومش عايزة تعملي خصل أو هايلايتس، تقدري تستبدلي 7 ب700 بنفس المعادلة. أخدنا تقريبا 80 جرام من ال 8-11 مع 20 جرام مع السبعة الأساسي والنقطة الزرقاء. وبعدين هو نفس العلب يا جماعة، بس أنا كان خلص 8-11 فاضطريت إن أنا أفتح عبوة تانية بنفس الكمية بتاعت الأكسجين، بس الأكسجين بيزيد عيار ونص. يعني لو 100 جرام من الصبغة يبقى 150 جرام من الأكسجين. هتلتزمي بنوع الصبغة اللي انت بتشتغلي بيه، ان انت تشوفي معاييرها ايه علشان تطلعي اللون صريح وحلو. فمن فضلك التزمي بمعايير صبغتك. بعد ما قلبنا المعادلة بتاعتنا لازم ندمج الألوان طبعا زي ما تعودنا، وبعد كده بنحط الأكسجين عادي. بعد ما دمجنا بدأنا نوزع الاتنين في واحد. والتركاية بتاعتنا اللي احنا كلنا لازم نكون فاهمينها، ان احنا بنبقي شوية صبغة في الاخر علشان نرنسج بيهم الشعراية على الحوض مع شامبو سيلفر ومع شامبو شفاف او بلسم. طبعا حطينا الاكسجين وبدأنا ندهن طريقة 2x1. طريقة 2x1 من اميز الطرق اللي احنا بنشتغل بيها في الكورسات، بيحبوها المتخصصات لانها ما بترهقش الشعر، ما بنحتاجش ان احنا نصبغ وبعد كده نطلع خصل الشعر ياخد اكسجين مرتين وكذا. ده حرام على ان احنا نتعب الشعرايه، يعني المفروض بنشتغل بالطريقه دي. بوريهم هنا طريقة التوزيع، ان انا وحدت اللون بدون اي مشاكل. انا اللي كنت بوزع بنفسي علشان يتعلموا الطريقة زي ما انتم شايفين كده. وريتكم مقاطع من الطريقة. عايزاكي تقولي لي طبعا في الكومنتات رأيك في اللون، وبتتابعيني منين ومن اي بلد، ونفسكم في الوان ايه اعملها لكم وعايزين ايه اعمله لكم. وطبعا الكورسات هتكون مفيدة جدا جدا لو حد عاوز يبدأ شغل ويبدأ حياة جديدة ويعمل دخل جديد.
طبعا بيكون فرق، لان طبعا بتشتغلي قدامي وبتعرفي كل التكات والاسرار بتاعه الصبغات بشرح نظري وعملي على اكتر من موديل. كمان يا جماعه على بال ما تشوفوا الطريقه طبعا بقول لكم احنا متواجدين دلوقتي، عندنا اكاديميتنا الخاصه موجود فيها كل الكورسات اللي تقدري تبداي بيها مشاريعك، زي الميك اب، المايكرو بليدنج، السكين كير، اللاشز، كل الكورسات، كوافير شامل، استشوار، فير، تسريحات، كل شيء. هنا كنت بشرح للبنات تعالوا نفتح على الخصل ونشوف اللون عامل ازاي وكام جاب درجة كام معانا. هنا كان لسه 8:30، انا كنت عايزاه يفتح ل9، 9:30. وكنت بقول لهم كمان يا جماعة ما تخافوش على الشعرايه، وعلمتهم ازاي يشدوها ويعرفوا المطه بتاعتها، ولكن الشعرايه كانت في امان تام، لان عندنا اسرار كتير بنشتغل بيها، فبنخلي الشعرايه بجد في امان، ولا تأستك ولا تنشف ولا اي مشكله من مشاكل الصبغه، رغم الشعرايه جايه زي ما انتم شايفين، وعاملين لها بجد استشوار اي كلام. حتى في فيديو واحنا بنعمل استشوار لكن وش الموديل كان باين قوي، فما حبيناش ان احنا نظهرها ليكوا يعني. زي ما انتم شايفين كده طلع اللون القمر ده. بجد مبسوطة بالكورس، مبسوطة بالمتابعين الجمال. مزيد من الشغل والأسرار أطلعها لكم، وهكتب لكم طريقة المعادلات كمان على صور زي ما حبيتم. بحبكم في الله، وإن شاء الله أعمل لكم ألوان العيد جميلة وتفرحكم كلكم، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي.